السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي او المبروم الفلاحي. اكله حلوه جدا، بتتاكل حلو وتتاكل حادق، وهنعملها من الالف للياء وبكل سهوله. عايزه اقول لكم المقادير. انا جبت هنا كيلو او كيلو وربع دقيق، زي ما انتوا عايزين حطوا كميه الدقيق اللي انتوا عايزينها. رشيت رشه ملح على الدقيق، وهاخد هنا كوبايه ميه، وهقول لكم كميه الميه اللي هستخدمها كلها قد ايه. هنبدا نرش الميه كده على الدقيق اللي مرشوش عليه ملح، وبعد ما بنرش الميه يعني بنفرك بايدينا كده فيه، بحيث نخليه يتشرب الميه. عايزاه يتكون فيه يعني قطع صغيره كده، حتت صغيره كده من العجين، بس ما تكونش حتت كبيره. فعشان كده بفضل اجيب في الدقيق وبايديا كده واقعد افرك فيه. وممكن كمان نبسه برضو، ليه اسم تاني البسباس، في ناس بتسميه كده برضو. وهفضل ارش كده واعمل دقيقة، ادخل المية جواه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يفضل تعمليه في صينية كده واسعة، عشان ايديكي ما تبقاش مرتفعة كده. لو حطاه في حاجة عميقة هيبقى الموضوع صعب عليكي وايديك هتوجعك. فاحنا دلوقتي بنعمله في صينية اهي، وايدينا مش توجعنا خالص ومش هياخد معانا وقت. رشيت هنا شوية مية اكتر شوية عشان انجز. بس اول ما برش الميه بحاول بقى ادعك يعني الميه كده مع الدقيق، وبعدين بجيبه على ايدي كده وابسه، واخلي حتت العجين تتكون. الموضوع ده كله يا جماعه مش هياخد معاكم اكتر من 10 دقايق، وكوبايه الميه الاولانيه قربت تخلص اهي معايا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو يعتبر ارخص من الرز والمكرونه. عارفين كيلو الرز بقى بكام طبعا، وكيلو حتى المكرونه. احنا كل اللي هنحتاجه كيلو دقيق بس. كيلو دقيق مش هيعمل لنا كيلو من الكسكسي، هيعمل لنا حوالي 2 كيلو من الكسكسي. يعني 2 كيلو من الكسكسي بكيلو دقيق، اللي هو ثمنه بالكتير هيكون 20 جنيه، فالكيلو هيبقى ب10 جنيه. حاجة كده خيالية وطعمها تحفة جدا. اللي مش مجربها أو مش متعود عليها هيجربها وهتعجبه بجد. ودي الكوباية التانية من المية، ورشيت بمعلقة اهو. وهفضل اعمل نفس الحكاية لغاية ما اخلص المقدار كله، يعني مقدار المية اللي معايا. يعني هاخد كوبايتين تقريبا من المية. والنهارده انا بعمله في شقتي التانية. ما عنديش اي امكانيات خالص، ولا حلة بخار، ولا عندي شاشة احط فيها الكسكسي، ولا عندي حتى يعني المنخل اللي بيتعمل فيه. انا هعمله النهارده بالكبه، وهقول لكم ازاي تعملوا حله بخار سهله جدا. اي حله هنوفق عليها مصفى كده تكون قافله عليها، ومن غير ما نقفل على المصفى ولا اي حاجه هنعمله بسهوله جدا. وانا مستمره كده عماله ارش في الميه، ويعني افرك فيه. بصوا الحركه اللي انا بعملها في ايدي دي بتفككه كده وبتخليه يتشرب يعني كل الميه. ولو في دقيق يدخل جوه الحتت اللي فيها عجين، فتتفتت كمان اكتر واكتر. بصوا اعملوا كده فيه. قلت لكم كل الموضوع مش هياخد اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة، وهنكون خلصنا الخطوة دي. وهي دي يعني هو الشغل كله هنا. لو عندك بقى حلة كبيرة يعني ومصفى طبعا تنفع عليها، انصحك اعملي مقدار اكبر من ده. يعني انا عاملة كيلو عشان ما عنديش غير حلة يعني ومصفى صغيرة. نفعت معايا الحلة فما حبيتش اسوي على كذا مرة. لكن لما بيكون عندي الحلة الكبيرة ويعني المصفى يعني ثابتة عليها، بعمل 2 كيلو 3 كيلو. لان كده كده التعب مرة واحدة بيتعمل وبتطلع معايا مقدار كبير، وممكن نفرز منه تحفة جدا يا جماعة. وبعد ما خلصت بقى كل المقدار زي ما انتوا شفتوا كده، ودخلت كوبايتين المية فيه، جبته وهحطه في الكبة دلوقتي. عشان لو في بقى كتل تخينة، واكيد في طبعا، هتبص تلاقي الكبة فككتها كده ودخلت كله في بعض. بصوا الفرق ما بين يعني اللي اتعمل في الكبة وما بين اللي لسه ما اتعملش، واضح جدا. وهو هيتحط في الكبة 3 مرات. مش بنضرب كتير في الكبة ولا حاجة، يعني ده مش وقت يعني طويل ضايع ولا حاجة. مجرد بس ما نشوفه قدامنا كده ان هو فك، في ثواني هنلاقيه فك. فك يا جماعة، يعني هتبصوا تلاقيه. بصوا يعني عامل زي المخرز كده، اهو زي ما انتم شايفينه اهو. بصوا اهو ده الشكل بتاعه. طبعا احنا لسه ما سويناهوش خالص خالص. وخلصت المقدار بتاعي. وبصوا كيلو الدقيق اداني مقدار قد ايه. طبعا الوزن بتاعه هيبقى داخل على 2 كيلو، لان بصوا احنا حطينا كوبايتين مية دخلوا جوه الدقيق، ولسه في حاجات تانية هتضاف هتزود المقدار بتاعنا. وهو كده خلاص يا جماعة، دي أول مرحلة ليه. طبعا عشان قلت لكم أنا في شقتي التانية
فعندي بقى جبت كيس مخدة كده من الدولاب، بس لازم يكون فاتح. لو عندك بقى شاشة بيضة مخصصة للكسكسي، انا بعملها كده يعني، هيبقى حلو جدا. ما عندكيش كيس مخدة كده يكون فاتح ونظيف، وحطي فيه كل المقدار واربطيه، وسيبي مسافة تهوية فيه، يعني ما تجمديش عليه خالص، خليه مربوط وفيه مسافة تهوية. هنا بوريكم بقى المصفى ازاي انا وفقتها على الحلة، عشان كده الحلة دي ما كانتش كبيرة، على قد المصفى، وقافله كويس جدا عليها، مفيش اي بخار بيتسرب ما بين المصفى والحله. وحطيته في كيس المخده او الشاشه، وغطيت عليه وسبته. طبعا شفتوا المية اللي كانت بتغلي في الحلة، حط حوالي يعني اكتر من نص الحلة بشوية من المية، وما بنحطوش في المصفى غير لما المية تكون بتغلي. وخدوا بالكم المية لو نقصت نزودها. بصوا انا هنا قلبته على الناحية التانية. ودلوقتي هجيب كوباية من اللبن وتلت كوباية من السمنة البلدي، وهنبدأ بقى نجيبه من على النار. اخد معايا قد ايه على النار؟ اخد معايا حوالي نص ساعة، ربع ساعة على كل ناحية. وبعدين طلعته كده. هل هو كده خلاص يعني استوى؟ لا طبعا، هو كده استوى نص تسوية بس يا جماعة. عموما هو مش صعب خالص، لانك هتنجزي 2 كيلو في ساعة واحدة بس هتكوني خلصتيهم. انا بحاول دلوقتي افرده. بصوا في تكتلات اهي شوية بعد التسوية. وعايزة بقى يبرد شوية، مجرد ما هدي شوية، يعني هو لسه سخن بس يعني ايه. سبته كده بعد ما فردته 5 دقايق عشان ارجع احطه في الكبة تاني. ودي اخر مرة يا جماعة هنحطه في الكبة. عموما الكبة كل الوقت اللي بتاخده دقيقتين 2، وبنكون خلصنا المقدار كله في الكبة. وهوريكم بعد ما بنضربه المرة دي شكله بيبقى عامل ازاي. بصوا اهو. خلاص كده يا جماعة، خلصت المقدار كله في الكبة. ويعني حبيت اعمله بايدي كده عشان احس بيه كده، ويبقى كله مظبوط مع بعضه. ودلوقتي بالتبادل كده هحط شوية سمنة مع شوية لبن. انا كل المقدار اللبن اللي هستخدمه من كوباية لبن لكوباية وربع، انا ممكن احط كوباية وربع لبن عليه وربع كوباية سمنة. فبرش كده السمنة واللبن مع بعض، وبعدين بفضل ابسه بايدي كده لغاية ما ادخل اللبن والسمنة فيه. المرة دي بقى اللبن والسمنة هيسووه، لان هرجعه على النار تاني، وهيدوله طعم خطير جدا يا جماعة. واللي ما بيعملش الخطوة دي يجربها ويشوفه، ما بيبصش على فكرة ولا اي حاجة. بيتحط في التلاجة بيقعد 10 ايام، جميل جدا. عايزة تعملي اكتر كمية كبيرة وتحفظيه في الفريزر في اكياس او في علب، هيقعد معاكي زي ما انت عايزة. واللبن ما بيعملوش اي حاجة يا جماعة خالص خالص، يعني انا بسيبه عندي بالعشر ايام، بنسخن منه بيبقى روعة جدا. وبعد ما خلصت اللبن والسمنة هرجع تاني اجيب نفس الكيس، والمية على النار انا زودتها شوية لانها مع الغليان نص ساعة اللي فاتت بتبقى نقصت شوية، فبنزودها كمان شوية مية، وبرضو بتكون غليت. وخلي بالك وانت بتقفلي الكيس سيبي يعني مسافة كده، يعني ما تقفلهوش على، بصوا سايبة فراغ كده في الكيس، يعني ما تربطيش الكيس من بعد الكسكسي على طول، لا اربطيه من فوق شوية. ودلوقتي اخد على النار يا جماعه حوالي نص ساعه، هسيبه كمان ربع ساعه. المره دي خلوه يستوي قوي. هنعرف منين انه استوى وتمام ونطفي عليه لما ندوقه كده ونلاقيه طري، بيتبلع معانا بسرعه وطعمه جميل جدا، وما بيقفش في الزور ومش ناشف كده. نعرف ان هو استوى حلو جدا معانا. وبصوا بقى لونه الخطير الجميل وشكله بعد ما خلاص استوى تسوية 100. المرة الأولانية قعد نص ساعة، المرة التانية قعد ساعة إلا ربع. يعني الوقت يا جماعة اللي بياخدوا الكسكسي في التسوية هو ده أكتر وقت، لكن العمايل نفسها ما بياخدش نص ساعة وبنكون خلصناه. دلوقتي بقى تعالوا نقدمه ونشوف قد إيه. طبعا ده اتاكل منه شوية لأن ريحته بتبقى مالية البيت كله، وأول ما بيتعمل كده بيبقى أحلى حاجة. بصوا يا جماعة، مقدار كبير جدا داخل على 2 كيلو. وده شكله يا جماعة زي ما انتم شايفينه تحفة بجد، قمر. يعني عايزة اقول لكم طعمه حلو جدا. احنا بنحب ناكله بالسكر، سكر بودرة مع مكسرات، زبيب، جوز هند. ممكن رشة لبن عليه، رشة خفيفة مش بيتملي لبن يعني. عايزة اقول لكم الفطار للعشاء في الجو البرد اللي احنا فيه ده، وفي اي وقت على فكرة بيتاكل برضو مع فراخ مع لحمة. انتوا عارفين الكسكسي الحادق. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الإفادة. لايك، شكرا لكم.